يا مساء الورد والفل على حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده هنعمل اكل مع بعض خفيف وبسيط وسهل. بس اول حاجه نصلي على الرسول ونسمي الله ونشوف هنعمل حشوه النجرسكو. جبت الطاسه سخنتها، حطيت فيها كده حوالي معلقتين من الزيت. لازم تسخن معايا كويس قوي عشان هنزل عليها بالفراخ، عشان ما بحبش ان الفراخ تنزل ميتها، تاخد صدمه كده مظبوطه معايا. كده بقى اول ما الزيت كده سخن معايا او بمعنى قدح معايا، هنزل معايا كده بايه؟ بالفراخ. بالراحه خالص كده عشان ما يطرطش. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تقلبيش على طول كده، هتاخد الصدمه بتاعتها المظبوطه. بسم الله. ده كبر فرخه واحد بس كان عندي كده، نقعته كده وغسلته كويس ونقعت الليمون. بسم الله الرحمن الرحيم. وصفيته، بس بحب اعصر عليه برده نص ليمونه واسيبه كده وقت ما انا اكون ايه، اشتغل فيه على طول. وانا بشوح الفراخ كده يا حبايب قلبي، انزل معايا برشه من الحبهان البودر ورشه من جوز الطيب عشان اشم روايح الفراخ الحلوه. واول بس كده ما تتشوح تشويحه واحده بس كده معايا، بسم الله الرحمن الرحيم، هنزل ببصلايه كده متقطعه جوليان، متقطعه اللي هي الجوانح دي، متقطعه براحتك بقى، مكعبات صغيره اللي يناسبك واللي انت حباه. انا بصراحه ايه التقطيعه ديت انا بستسهلها وبفضلها كده، بعملها على طول اللي هي الجوانح دي. بصوا ما فيش ميه نازله معايا في الفراخ ازاي خالص كده، انت ماشيه مظبوط كده، ما فيش زفاره معاكي في الحشوه كده، حشوتك زي الفل. بصوا ما شاء الله لا قوه الا بالله. اهم شيء ما يبقاش منزله معاكي ميه، ما تبقاش في اي ريحه زفاره. رشه الجوز الطيب ورشه الحبان اللي حطيناها بتخلي ريحه النكهه بتاعتنا بتاعه الفراخ ريحتها حلوه، مستحبه انك انت عايزه تاكليها من دلوقتي. حطي بقى رشه فلفل اسمر، وهجيب معايا رشه من الجنزبيل. بحب البهارات دي قوي في قلب الفراخ وفي الحشوه بتاعتنا، بتديها نكهه في حته ثانيه. والكمون والكزبره بتاعنا ده بقى شيء اساسي معانا في قلب الايه، التوابل بتاعتنا. مش حابه الوش ده كله معاكي، شويه الدقه كده كده، الدقه بتاعتنا متحوجه فيها رشه الشطه والكمون والكزبره والفلفل والملح. فانت اللي هتضيفيه بس بحب اضيفه زياده رشه الجنزبيل وجوز الطيب والحبهان البودر او اللورا، بيخلي النكهه معاكي خطيره. بصوا الطاسه بتاعتنا عملت ازاي، ده معناها ان بصوا ما فيهاش اي نسبه ايه سوائل نازله معانا خالص. هقوم جايه بقى في الوقت ده مقطعه معانا هنا فلفلايه صفراء وحمراء وخضراء وقرن شطه كده ايه، سبايسي كده حراق، للي بيحب الحشوه بتاعتك تكون متطعمه كده وحراقه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله. بصوا الالوان والحلويات في الوقت ده بقى كده، انا بقوم حاطه معايا بق صغير من الميه علشان بس يخلي الحشوه بتاعتي كلها تنسجم في قلب بعضها وتندمج مع بعضها، الفراخ مع البصلايه مع الفلفل الالوان الحلو اللي احنا حاطينه ده. عندك بقى في الحشوه دي عايزه تحطي تضيفي مشروم حطي، عايزه تحطي جزر مبشور حطي، اللي يناسبك واللي انت حباه. الحشوه بتعملي اللي على ذوقك واللي متاح عندك واللي موجود عندك. انا اللي موجود عندي بصراحه عملته، لو ما عنديش فلفل الوان مش هحط فلفل الوان، المتاح عندي بحطه. بنحط معانا كده ايه مكعبه بتعلي الطعم كده معانا، دي اختياري، اللي مش حابب يحطها براحته خالص. بس كده الحشوه بتاعتنا مش محتاجه اي حاجه معانا. هتقولي الملح يا ام احمد، المرق الدجاج دي زيها واخده برده طعم الملح شويه، فانا ايه بتبقى مملحه يعني، فانا عشان ما حدقش معايا الحشوه بتاعتي حطيت رشه ملح بسيطه كده على الوش، ووطي على الحشوه بتاعتنا واسيبها تكمل سواها. هي مش هتاخد معانا وقت خالص. الشيشاء الميه اللي احنا حطيناها حاجه بسيطه، بصوا حتى مش باين لسه هينزل العصاره. بصوا هوطي بقى انا في الوقت ده كده، بس النار معايا عاليه اهي، باينه يا رب تكون باينه معاكم. انا بقى هوطي معايا كده النار خالص علشان تندمج مع بعضها كده، والخضار يطرى في قلب بعضه مع الحشوه وتستوي مع بعضها. بصوا حبايبي هنا الميه معايا غليت. بسم الله الرحمن الرحيم. هجيب معايا كده، هم حابينها النهارده اعملها لهم سباكيتي. النجرسكو بصراحه الاولاد بيفضلوها تبقى بالسباكيتي، واللي هي المكرونه البشاميل بتاعتنا اللي باللحمه المفرومه العاديه بيحبوا ايه بالقلم، اللي هي المكرونه القلم بتاعتنا العاديه خالص. بصوا كده بسم الله الرحمن الرحيم. تحطي بقى المكرونه اللي تناسبك. انا بفضل بصراحه كيس مكرونه اعمله على قدنا كده انا والاولاد، بس هم حابين ان انا ازود النهارده فانا ممكن احط كيس ونص معايا. بسم الله اهي. هجيب معايا كمان نص كيس كده مكرونه، بس كده مش هكتر اكتر من كده. وهجيب معايا معلقه من الملح، نسيب المكرونه بتاعتنا
تتسلق اهي. والحشوه بتاعتنا شغاله برده حلوه اهي. هوريها لهم يا توتو. بسم الله ما شاء الله. منى اللي بتصورني النهارده اهي. الصلاه على النبي. بصوا عايزه اضيف عيش وتقعدي تاكليها شويه رز ابيض، شويه رز في الشعريه، تجيبي رقاق طري وتعمليها حشوه كريب زي ما انت حابه. الحشوات دي اصلا مفضله بالنسبه لي عن اللحمه المفرومه كمان، لانها بحسها خفيفه عن المعده. وهنا بقى انا هجهز معايا حاجه البشاميل وارجع لكم على طول. ادي بس كده معايا كده اول ما المكرونه خدت غلوه، اديها بس معايا كده تقليبه واحده كده ونسيبها تكمل ايه سواها. تعالوا بينا كده نبص على الحشوه. بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. بصوا ما شاء الله استوت كويس معانا زي الفل. هطفي عليها. وهنا بقى هنعمل معانا البشاميل. ثانيه بس الحله معايا عشان بحب اشطفها كده قبل ما استخدمها، تنشف بس معايا من الميه بتاعتها واشوف هنكمل البشاميل بتاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم. كده هنزل بقى بالماده الدهنيه اللي انا هستخدمها معانا في قلب البشاميل. انا بحب احط له زيت، اللي بيحب يحط له سمنه يحط، اللي بيحب يحط له زبده، اللي يناسبك حطي منه. انا بحب بصراحه اعملها بزيت علشان لو قعدت معايا شويه ما تدهننش معايا. السمنه بتدهن معانا بسرعه احنا عارفين. انت بقى عشان تعايري، انا عشان واخده على ايدي واخده على معلقه الزيت قبالها معلقه دقيق على طول. بصوا كده انا يعتبر حطيت معايا 4 معالق زيت على 4 معالق دقيق. القوام معايا كده ايه مظبوط، مش محتاج لا محتاج زيت ولا محتاج دقيق. بصوا القوام معايا انا بسوي معايا كده الدقيق شويه علشان ما يبقاش ني معايا في قلب البشاميل. كده كده اللبن معايا هيبقى ساقع، بس انا لازم اسوي معايا كده ايه الدقيق بتاعي شويه على البوتاجاز. اول معايا ما الدقيق تشوفوه بيبقبق كده، بصوا يا رب تكون باينه معاكم في التليفون، او اول ما يبقبق كده تعرفوا ان الدقيق معاك استوى في الماده الدهنيه بتاعتي عشان ما يتحلوش معاكي. جايبه معايا كده كيلو دقيق، كيلو قصدي لبن. وريهم كده يا منى كيلو لبن اهوت هنزل بيه ايه على الدقيق اللي احنا سويناه في الماده الدهنيه. بسم الله الرحمن الرحيم. نشيل المعلقه عشان ما تختصي. كفايه عليكي كده. ونستخدم بقى ايه المضرب بتاعنا. ننزل بس كيلو دقيق كله. حابه بقى في الوقت ده تاخدي شويه من ميه المكرونه في قلب اللبن، حلو قوي وزي الفل. حابه ما تاخديش من ميه المكرونه وعندك شوربه، بيبقى حلو برده. البشاميل اللي بيطلع معاكي في كلتا الاحوال حلو، سواء حطيتي له لبن بس بيطلع جميل، لبن ومعاه شوربه حلو، ميه مكرونه مع اللبن برده حلو، بيطلع في كلتا الاحوال جميل. انا جربت في كل الاحوال بتطلع معايا زي الفل وزي العسل. بصوا كده انا بقى هعمل ايه. انا اللبن معايا هنا اهو، هسيبه بقى كده ايه. تعالى هنا تعالى هنا كده يا منى معانا. بصوا المكرونه بتاعتنا هنا شغاله اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. لسه اهي ما دخلتش في نص سوا حتى. بصوا لسه ناشفه معانا اهي اهي. بصوا شكلها قربي كده يا منى اهي، لسه ما دخلتش في السوا. هعمل انا بقى ايه كده ايه، هجيب معايا المغرفه دي واحاول كده اخد ايه حوالي مغرفه من ميه المكرونه بتاعت سلق المكرونه واحطها معايا كده على البشاميل. وكمان واحده عشان انا بحب، الاولاد بيحبوا عندي البشاميل النجريسكو دي بالذات غرقانه بشاميل شويه. بسم الله الرحمن الرحيم. فاحنا بقى ما عندناش شوربه وعندنا كيلو اللبن الواحد بس ده، فمش هنزود البشاميل، لا هنزوده وميه سلق المكرونه وهيطلع معانا زي الفل. هنستنى بقى هتنيني برده اقلب كده، استنى لحد ما اللبن معايا يجي يقوم معايا ويغلي ويندمج مع الدقيق، نقلب بقى البشاميل بتاعنا عشان يطلع قوام مظبوط. بصوا حبايبي كده وانا بقلب كده سبت وطيت عليه ورحت شطفت معايا كده المكرونه، صفيتها وشطفتها. بصوا كده بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا مفلفله خالص ومبدوره معانا ازاي. يا دوبك شطفتها بس بميه ساقعه بردتها بس، ولا زيت ولا اي حاجه عشان تمسك معاكي في الصوص. سايباها زي ما هي ورجعت تاني واقفه على البشاميل اهو لحد ما القوام بتاعه يتظبط. بصوا القوام بتاعه عايزه اوريه لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا نجيب المغرفه الصغننه دي. بصوا القوام كده، القوام خفيف معانا. لا انا لسه عايزاه يتقل كمان، لسه كده لسه خفيف دوت. اعمله لو كميه اللبن معايا حوالي كيلو ونص على مغرفتين من ميه السلق، فيعمل معايا قوام حلو قوي. لما يتحط معايا في الفرن يظبط معايا ويبقى جوسي كده وكتير للي بيحب البشاميل كتير. لا احنا عايزينه مظبوط وفي نفس الوقت قوامه مظبوط، ولا بحبه تقيل قوي اللي هو مجلعص ده، ولا منه خفيف اللي هو ممرق، لا عايزينه وسط. فكده لسه معايا شويه لحد ما يظبط معايا القوام. بصوا حبايبي القوام ده مظبوط معايا على الشعره، مش محتاج اي حاجه ولا تقيل ولا خفيف. اول ما يبقبق معاكي كده زي ما باين كده معاكم في الحله، من طروف الحله كده
تعرفي خلاص ده البشاميل اللي معاك استوى وبقى زي الفل وقوامه مناسب. بصوا الصلاه على النبي، انا هطفي عليه كفايه كده قوي عليه. بصوا القوام بتاع البشاميل اللي معانا، الصلاه على النبي، حاجه كده ايه، عسل ما شاء الله. هننزل بقى كل ده كده. بسم الله الرحمن الرحيم. هجهز معايا كده الصينيه على طول. بصوا كده يا حبايبي، هجيب معايا كده المكرونه. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل ايه بنص كميه البشاميل بتاعتنا الحلوه دي. لا كفايه، ده احنا كترنا قوي كمان. بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. وهقوم جايبه بقى معايا الايه، الاسباتشوله منزله ولا على ايه مش مستاهله دي. اقوم جايبه معايا بقى المعلقه دي ومدخله بقى صوص البشاميل في قلب المكرونه. ادمج المكرونه في قلب صوص البشاميل كده كله في قلب بعض. بصوا ما شاء الله، نخلي المكرونه معانا متشبعه بشاميل بالشكل ده كده. بصوا يا حبايبي، بصراحه كده من قبل ما عملت البشاميل احنا خدنا ميه من المكرونه فيها ملح، حطيت واحده ماجي في قلب البشاميل، ودي اختياري، اللي حابب يحطها يحطها، مش حابب يحط الملح. انا طبعا عشان حطيت المكعبه مع الميه بتاعه المكرونه مش محتاجه معايا حاجه. بس في حاجه نسيتها، رشه جوز الطيب بحب احطها قوي في قلب البشاميل، فخدت رشه كده صغيره وهقلبها برده عادي ولا كأن في اي حاجه حصلت في قلب المكرونه البشاميل كده. ورشه جوز الطيب دي بتفرق في الطعم، بتخلي الطعم خطير معاكي. اقوم جايبه معايا الصينيه الحلوه دي ونازله معايا بنص المكرونه. نص المكرونه اهي. ساوي صينيتك، اهم شيء تكون مظبوطه معاكي من تحت علشان الحشوه ما تسقطش في ايه، في قعر الصينيه معانا. بصوا كده اهي، ما تاخدش حاجه معانا خالص. اسهل حاجه هم الاولاد طلبوها، وبصراحه الجو حر واحنا زهقانين من الاكل ومن الطبيخ والاكل ده كله. طبعا ابو احمد ملوش في الحاجات دي، فانا هعمل له ايه، هو عشان عنده دور برد وكده هعمل له حله رز بشعريه، حاجه صغننه كده على قده، اصغر حله تعتبر موجوده في البيت. واعمل له شوربه خضار واقطع له في قلبها ايه، بانيه كده مكعبات في قلب شوربه الخضار ياكلوا جنب الرز. حابب اعمل له عصفور مفلفل كده جنب شوربه الخضار، اللي هيعوزه انا هعمله له. بس انا والاولاد بقى طول النهار هناكل في الصينيه الحلوه دي. يعني احنا لسه اصلا واكلين تحبيشه، بس انا قلت اجهزها واحطها معايا في الفرن عشان لو حد من الاولاد جه من الدرس وعايز ياكل ولا حاجه. واقوم جايبه معايا البشاميل واخده كده ايه، يجي مغرفه مش كتير، ودلقه برده كده على ايه، لا ازود كمان حبه، خلينا كده ناس كرمه. بسم الله الرحمن الرحيم. بتبقى جوسي كده وخطيره وطعمها كده غني كده وحلوه. واقوم جايبه معايا الحشوه بتاعتي الحلوه اللي احنا عاملينها ومظبطينها كده، وانزل بيها كده بالشكل ده كده. بصوا الحلويات وبصوا الشكل والطعامه بقى. لو حابه بقى تحطي مشروم حطي، انا بصراحه بحب المشروم قوي بس ما عنديش بصراحه، فالموجود عندنا هنعمله. هنزل اهي بيها مره واحده كده، خلي البساط احمزي اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. كلها كده بالشكل ده، واقوم موزعاها كل الصينيه عشان لما نيجي نطلع كل واحد خرطه يبقى كلها ايه، متشبعه واخده من الخضار ومن الفراخ، ما تبقاش حته وحته. بصوا بالشكل ده كده. ايه رايكم في الشكل وفي الجمال؟ ناخد بقى معانا شويه جبنه كده، دي ميكس جبنه رومي على شيدر على موتزاريلا، كلها في قلب بعضها مع الحشوه كده، بتبقى خطيره خطيره خطيره. والاولاد بصراحه بيحبوها، بما ان احنا عاملين بقى الصينيه فبحب اخدمها واظبطها مظبوطه والاولاد ياكلوا منها بالف هنا. واقوم جايه نازله معايا ببقيه المكرونه وهوزعها معايا فين، في الصينيه. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. انزل بس كل حاجه معايا في الحله، ونزلنا المكرونه معانا اوزعها بقى كده. بصوا بسيطه خالص وما تاخدش معايا، مش قول سباكيتي هتغلبنا، لا ده بالعكس، ده سهل خالص قوي 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 في عمايل بالشكل ده كده. بصوا يا دوبك بتوزعها كده حاجه بسيطه، خلاص كده كل الصينيه معاكي مظبوطه معاكي. بصوا ما شاء الله، خطيره خطيره خطيره. هدي بس الايد شاطفه وارجع نشوف هنكملها ازاي. بصوا حبايبي، اقوم جايبه بقى بعد ما سوينا الصينيه، انا غسلت ايدي بس عشان ما بحبش ايدي معكوكه كتير، وانزل بكميه البشاميل اللي فاضله معايا في قلب الحله بتاعتنا. ساعات اوقات كتير على فكره انا بكتر بشاميل اكتر من كده بكتير، بس ايه المتاح عندنا والموجود. هما بيحبوا النجرسكو دي غرقانه في البشاميل شويه، فهنعملها وهتبقى زي الفل. هوزعها برده كده معايا بالشكل ده كده. بسم الله. بقى عشان ناخد كل الكميه الحلوه اللي موجوده معانا في الحله دي،
لازم اجيب الاسباتشوله معايا كده واخليش اي حاجه في البشاميل كده موجوده. بصوا كده، له خساره يترمي. بصوا كده، بصوا كميه قد ايه معانا، كميه ما شاء الله حلوه اهي اهي، ما خليتش معانا اي حاجه اهي. الاسباتشوله بصوا اهي نزلت بصراحه كل كميه البشاميل الموجوده معانا في الحله. بصوا خلت الحله عامله ازاي اهو بالشكل ده كده. الصلاه على النبي، حاجه كده ايه، عسل عسل، تستاهل بقكم. هجيب بقى انا معايا كده الميكس الجبن اللي فاضل واقوم حاطاه معانا كده على الوش، وندلع الصينيه بتاعتنا بشويه الجبن الحلوه دي ونحطها معانا في الفرن. واول ما تطلع من الفرن نوريها لكم وهي سخنه يا حبايب قلبي. بصوا يا حبايبي انا حطيتها كده معايا في الفرن، هسيبها بقى اما تستوي واوريها لكم على طول اول ما تطلع معايا من الفرن. حبايب قلبي صينيه المكرونه البشاميل بتاعتنا طلعت اهي من الفرن، اللي هي النجرسكو. بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله، سخنه لسه. بصوا الصلاه على النبي، لا قوه الا بالله. بصوا 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 بصوا، بسم الله ما شاء الله. بصوا الحلويات والطعامه، بصوا 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 ما شاء الله لا قوه الا بالله، لسه بالسخونيه بتاعتها بالجبنه وسايحه وبتبظ وتلظ كده في نفسها، حاجه كده تستاهل بقكم. بصوا الصلاه على النبي ما شاء الله لا قوه الا بالله، خطيره خطيره خطيره. ايه رايكم في صينيه المكرونه البشاميل بتاعتنا يا حبايب قلبي؟ ما تنسوش تعملوا لايك، واللي مش عامل اشتراك يشترك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وصلوا على النبي في الكومنتات يا حبايب قلبي.